لو بتلاحظي ان شعرك بيخف لازم تعرفي الحقيقه دي قبل فوات الاوان. 90% من البنات بيعملوا الغلطه دي يوميا، وهي واحد من اخطر الاسباب لتساقط الشعر عندهم وهم مش واخدين بالهم. مش بس نقص الفيتامينات او الوراثه، اخطر بكتير، ممكن تدمر شعرنا واحنا مش واخدين بالنا. وعلشان نتجنب المشكله دي لازم نعدل الثلاث عادات دي. اول عاده، ما عدناش نغسل شعرنا بالشامبو كل يوم، لان لازم ندي لشعرنا فترة نقاهة علشان يفرز زيوته الطبيعية. تاني حاجة، شد الشعر بشدة ده بيؤدي لرجوع الشعر وانحساره في حاجة اسمها تراكشنال الوبيشيا. بتلاقي خط الشعر ده بيتراجع ومنطقة الجبهة بتكبر، وممكن تيجي جنب الودن هنا أو جنب الودن هنا أو عند منطقة القفا مع شد الشعر. تالت حاجة وهي فرد الشعر بالمكوى. أغلب البنات لما تيجي تفرد شعرها بالمكوى بعد الشاور ما بتحطش عليه الهيت بروتكتور او سيرم كويس ومناسب للفعل ده، فلازم بعد كده لما نيجي نستخدم المكوى نحط سيرم كويس او هيت بروتكتور وما نعليش الحراره زياده عن اللزوم، لان ده ممكن يكون سبب ان الشعريه تتكسر. لو ده كان جزء من روتينك جربي الحلول اللي قلناها وبلغينا النتيجه كانت عامله ايه. ولو عندك اي سؤال تاني يخص تساقط الشعر تقدري تسيبيه في الكومنت ونرد عليك ان شاء الله.